الهير بيبي بقى اللي انا بكلمك عليه ده، بصوا ركزوا عليه، حاجه قويه جدا، كنز رباني يا بت في البيت. مش عايز من حضرتك بس غير ان حضرتك تصلي على حضره النبي وتعملي اللايك والشير، لا يجيلك تسلخات يا بعيده لو ما عملت كده. تضحك عليا يا بت. الوصفه ديت يا جماعه لازم أن تكون موجوده في كل بيت، وهطبقها لكم دلوقتي فعلي على الشعر خطوه بخطوه. كل المكونات اللي احنا عايزينها، اقول لك ايه، صلى على رسول الله الاول كده. تكثيف، قوه، لمعان، لون. طب اقول لك حاجه، الهير بيبي اللي موجود ان شاء الله بالوصفه دي خطوه بخطوه هتيجي معاكي وهتشدي شعرك بيه. بس تعالوا بقى كده، ناس كتير بتقول الحنه بتنشف الشعر، هو بالفعل بتنشف الشعر. اول حاجه هتجيبيها في المكونات بتاعتنا دلوقتي، وعشان هوريكي دلوقتي تعملي حاجه نطر بيها على طول مباشر في الوصفه ديت ان شاء الله، الله هقول لك عليها. اول حاجه يا ست الكل، الحنه. حنه موجوده عند اي عطار، هتدي لون بسيط جميل لو سبتيها لفتره كبيره. بس مش عايزه تسيبيها لفتره كبيره، ابدأي اعملي عليها وقت معين، وبعد كده ابدأي شيليها. طبعا على كميه الشعر اللي عندك هتقدري تحطي الحنه بتاعتك. كلنا اول مره اكيد انت هتشوف الوصفه دي، كلنا عارفين ورق السدر. ورق السدر فايدته ايه؟ ورق السدر اللي هو النبق، اللي احنا عندنا بنقول عليه النبق هنا، وحاجات كتير مش عارف بره بيقولوا عليه. اكيد ورق السدر معروف وقوي جدا ان هو حاجه قويه للشعر. طيب احنا هنستخدمه مع الحنه، هنستخدمه ازاي؟ بيبقى فيه مطحون برده موجود عند العطار، او ممكن حضرتك تضربيه في الكبه وتنعميه اكتر من كده لو امكن. يعني لو وصلنا ان احنا نخليه لدرجه الحنه يبقى خير وبركه. طيب يا ست الكل، ما تنسوش بس الصلاة على حضرة النبي. تفتحي يا بنت الحلال، اعملي بس يا بنت لايك كده وكومنت وشير، ليه يا رب يجيلك تسلخات يا بعيدة لو ما انا بحب اهزر يا جماعة. تعال اهو، تاخدي حبة وتضربيهم على بعض بنفس الطريقة كده. طيب ايه المرحلة اللي بعد كده يا ست الكل؟ طبعا عارفين ان الترطيب بيبقى موجود جميل. هات اللي زي دي. طبعا الترطيب بيبقى معروف موجود في جوز الهند. جوز الهند ده قوي جدا يا جدعان للشعر فوق الوصف، حاجات كويسه. بس الماده الاساسيه بتاعته اللي هي ايه؟ الترطيب. هنحط معاها كده. طبعا عشان ما الوصفه هتتطبق على شعر بنت دلوقتي فهي هتبقى مخدومه، اوريكم دلوقتي التطبيق ازاي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ده جل الصبار، بس للاسف اللي موجود منه مش صناعي. انا انصحك يا ست الكل ان انت لو عندك جل الصبار في البيت، لو عندك جل الصبار في البيت انا انصحك ان انت تجيبي صباره وتقطعيها وتنزليها مع الوصفه دي. انا نصيحه لوجه الله. ما عندكيش ممكن تجيبيه حاجه بيور موجوده تعرفي تجيبيها كويس. طيب بس انا نصيحه مني، اشتغلي على الحاجات الطبيعيه كلها. طيب بعد كده يا ست الكل، بعد كده يا ست الكل هتضيفي عليها ميه. طبعا هتعملي عجينة الحنة العادية خالص الطبيعية، وبعد كده تبدأي تطبقيها على الشعر. بس هقولك دلوقتي تطبقيها ازاي. تبدأ تعملي عملية عجينة منها. المكونات اللي مضافة مع الحنة دي يا جماعة بترطب الشعر بطريقة حلوة قوي. لقيتيها عايزة سيكة كمان اديها سنة. زي ما انتم شايفين كده، تطويل، تكثيف، تطويل، تقويه. انسي هير بيبي، انسي فراغات مقدمه الشعر، الحاجات الطبيعيه القويه جدا. انا اول مره اعمل الوصفه ديت عندي في قناتي او في صفحتي او في اي مكان انت بتشوفني او بتشوفيني، قويه جدا للحاجات اللي انا بقول لك عليها ديت. وهوريكم دلوقتي التطبيق مباشر على الشعر. واقول لك بقى جينا لمرحله الايه، ان احنا نشمر كده. تعالي كده، تعالى تعالى. بص يا ست الكل، انسي بقى، انسي بجد والله العظيم تساقط، تقصف، تطويل،
حاجات كتيره كده. كل ما عليك يا ست الكل، قرب كده على الشعر. اول حاجه يا ست الكل، هتقسمي الشعر 4 تربع زي ما انت شايفه كده، نفس الطريقه كده، 4 تربع، 4 تربع بنفس الطريقه كده، عشان نقدر نوزع الوصفه او الحنه صح على الشعر. بعد كده بنفس الطريقه كده هتبداي توصليها، يبان بنفس الطريقه كده توصل للجذور اهو. وصلي. بصوا يا جماعه، الهير بيبي بقى اللي انا بكلمك عليه ده، بصوا ركزوا عليه، حاجه قويه جدا، كنز رباني يا بت في البيت. ما تش عايز من حضرتك بس غير ان حضرتك تصلي على حضره النبي وتعملي اللايك والشير، لا يجي لك تسلخات يا بعيده لو ما عملت كده. تضحك عليا يا بت. تمام. جيبي اللي بعده بنفس الطريقه كده، لقيتيها معجنه معاكي شويه، حطي سنه ميه اهو. تمام. صلي على الارضيه بنفس الطريقه كده. ياخدي يا رقبت يا رقبت يا رقبت اهو. المهم اللي انا ايدي هتحمر. هبقى محني ملاكه اهو، نفس الطريقه كده. نيجي بقى على النص التاني بنفس الطريقه كده، هتقسمي اهو، وبعد كده هتاخدي، وبعد كده هتيجي على الشعر من الجذور بنفس الطريقه كده اهو. اهم حاجه يا جماعه اللي احنا نوصل للجذور اه. تمام. طيب بعد كده هتيجي برضو على النص او الربع الاخير اهو، ملاك اهو. وزي ما انا قلنا نركز على الفراغات اللي موجوده في مقدمه الراس. مش عايز بس من حضرتك زي ما انا قلت غير اللايك والاشتراك والحاجات الحلوه، ودعوه لابويا وامي الله يرحمهم، الله يبارك لكم يا جماعه على قد ما تقدروا اهو. بعد كده يا ست الكل هتجيبي كيس اسود، كيس اسود ولفيه، خلي ايه ان الحراره تبدا تتوغل للفروه، تتفتح المسامات، نقدر نستفاد منها. البندويل اللي زي ده، ده بيطلع البخار، بيساعد على تنشيط الدوره، يعني البخار بتاعه بيبدا يعمل عمليه سخونيه في الفروه، فبالتالي بيبدا يعمل ايه، تنشيط للوصفه تاخد وضعها، او الحنه او اي وصفه بتتعمل. وزي ما انا قلت يا جماعه ان اي وصفه بتتعمل للشعر لازم أن يكون على حاجه وهو مبلول، الشعر وهو مبلول بيبقى بعضها في حالاته، فاحنا نركز على النقطه دي. تبداي تعملي ايه، هتبداي تنزليه وهتسيبيه، هنسيبه على الشعر لمده ايه، عشان برضو البنت مش هتستحمل السخونيه، انا بتكلم ده الناس الكبار. هنقوم دلوقتي هنغسل، بس الكلام ده هتسيبيه على الشعر معاك يا ست الكل لمده قد ايه، لمده بالظبط ساعه ونص على شعرك، ده لو انت عايزه ياخد سنه لون، لو عايزه الافاده القويه بس نص ساعه، انما من ساعه ونص ده نبدا ناخد الافاده القويه بتاعته، وبعد كده نبدا ناخد لون بسيط منه. نغسل ونرجع لكم تاني. شايفه ده بقى ورق الصدر اللي انا قلت عليه المطحون، لو تقدري تطحنيه اكتر من كده عشان ما يسيبش الفراغات دي اعملي. طيب انا قلت لك بقى بعد كده ست الكل في الوصفات كتير بقول لك ما تغسليش بشامبو، لا اغسلي بشامبو في الوصفه دي، ويليها على طول حمام كريم، بعدها على طول تعملي حمام كريم عشان نقدر نطلع منها الرواسب اللي موجوده كلها. وبعد ما غسلنا الشعر قربي كده، اللمعان اللي موجوده في الشعر، الحنه يا جماعه فوائدها كتير جدا للشعر، حاجه قويه جدا، ومع اضافه ان احنا نحط الزيت بتاع جوز الهند اللي هو عمليه تطريه الشعر، احنا عايزين عارفين في جميع الناس تتكلم على ان الحنه بتنشف الشعر، فاحنا لازم نرطبها. انسي بقى بعد كده ست الكل بفضل الله التساقط، انسي اللهم صل على حضره الكريم الهيشان بتاع الشعر. شايفه الشعريه عامله ازاي بعد ما اتغسلت وبعد ما اتخدت الوصفه، تحس ان هي طبيعيه. انا كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده، مش عايز منك يا قمر بس غير اللايك والاشتراك ودعوه لابويا وامي الله يرحمهم.